السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم بفيديو جديد، برحب بيكم من مكاني ليكم في كل مكان في العالم. النهاردة بإذن الله هننفذ مع بعض لكلوك بسيط جدا وسهل ليكم. لو انتم مبتدئين تقدروا تنفذوه بكل سهولة. اللكلوك بتاعنا هنستخدم معاه خيط صوف، وهستخدم مع الخيط بتاعي مناسب ليه ابرة مقاس 3.5، وهستخدم كمان علامة عشان اعلم بيها الشغل بتاعي. اول حاجة هنشوف عرض القدم معانا. عرض القدم اللي انا هعمل ليها البنوتة اللي انا هعمل لها عرض القدم عندها 6 سنتي، فانا المفروض هطلع بعدد من السلاسل ضعف عرض القدم. عرض القدم ده البنوتة دي عمرها سنة، فحضرتك لو عايزة تنفذي لأي مقاس كبير أو صغير بتشوفي عرض القدم عندك مثلا 10 سنتي، بتعملي سلاسل عرضها 20 سنتي. لو عرض القدم معاكي 8 سنتي بتعملي عرض سلسلة طولها الضعف اللي هو 16 سنتي، وهكذا. فأنا المفروض ان انا هطلع بعدد من السلاسل، طول عدد السلاسل اللي انا هعمله يكون ضعف عرض القدم. وكمان معانا حاجة ان السلاسل اللي انا هعملها تكون بتقبل القسمة على 2. انا كده طلعت بطول سلسلة بتساوي عرض القدم في 2 اللي هو 12 سنتي، ودي عدد السلاسل معايا طلع 30 سنتي. يعني مش هتفرق لو طلع معاكي مثلا واحدة زيادة او واحدة اقل، بحيث ان انت تخلي العدد يكون قابل القسمة على 2. بعد كده قسمتهم، عديت 15 سلسلة وحطيت العلامة بتاعتي في السلسلة رقم 15. هبتدي ان انا اعمل اول 15 دولت بغرزة الحشو. غرزة الحشو بتاعتنا بنبتدي ان احنا ندخل في السلسلة. اولا السلسلة اللي خارج منها الخيط دي مش بنشتغل فيها، فهنشتغل في السلسلة اللي بعدها بالشكل ده. غرزة حشو بندخل جوه الحلقة بنشد الخيط بتاعنا وبنخرج بالشكل ده. بندخل جوه الحلقة نشد الخيط وبنلف على الإبرة وبنخرج. دي بالنسبة لنا غرزة الحشو. فاحنا هنكمل لحد العلامة 15 غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده ال15 غرزة اللي باقيين معايا هبتدي ان انا ادخل في الحلقة بالشكل ده، وهعمل غرزة منزلقة من غير بقى ما الف على الابره كده. غرزة الحشو كنت بلف على الابره واشد اطلع من الحلقتين، لا المنزلقة معايا بخرج بيها بالشكل ده وبخرج على طول من غير ما الف على الابره. الغرزة اللي معانا التانية بشد الخيط بالشكل ده وبخرج من الغرزة اللي على الابره. بدخل بالشكل ده بشد الخيط وبخرج من الغرزة اللي على الابره، وبكده بكمل السطر بتاعي. يبقى انا عملت 15 غرزة حشو، وال15 التانيين عملتهم غرزة منزلقة. كده انا خلصت السطر معايا. هبتدي ان انا ارتفع بسلسلة عشان ابدأ سطر جديد، وهاجي في الحلقة الخلفية بالشكل ده، وهشتغل ال15 غرزة بتوع المنزلقة هشتغل فوقهم منزلقة بالشكل ده في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. ببتدي ان انا اشتغل غرزة المنزلقة بتاعتي في ال15 غرزة لحد ما بوصل لحد العلامة، وببتدي اشتغل في الحلقة الخلفية 15 غرزة حشو فوق غرز الحشو اللي انا كنت شغلاها في السطر الاول. كده انا وصلت عند العلامة، عملت 15 غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية فوق 15 غرزة منزلقة اللي في السطر الأول. بعد كده هبتدي ان انا اعمل 15 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. دول الغرز الحشو هعمل فوقهم غرز حشو بس في الحلقة الخلفية معايا بالشكل ده.
وبطلع بالمقاس المطلوب معايا بالطريقة دي. باجي في اول السطر برتفع بيه سلسلة وبشتغل في الحلقة الخلفية فوق غرز الحشو، بشتغل غرز حشو، وفوق غرز المنزلقة بشتغل غرز منزلقة في الحلقة الخلفية. وبعد ما خلصت القطعة معايا بقت معايا بالشكل ده. وزي ما عملت بداية السلاسل بتاعتي ان هي تكون عرض القدم في 2، هعمل برضو الطول بتاعي طول القطعة في 2. فانا عملت القطعة بتاعتي وليكن طول اللكلوك اللي احنا محتاجينه هيكون 12 سنتي، فاحنا المفروض نعملها 24. ولو طول اللكلوك احنا عايزينه 10، يبقى احنا هنعمل القطعة دي طولها 20. احنا بنقيس القطعة من هنا. انا عملت الجزئين زي بعض وقفلت واحد بقى معايا بالشكل ده، وهقفل معاكم الجزء التاني. هنجيب الخيط بتاعنا بالشكل ده. احنا طبعا خلصنا وقصينا الخيط، سيبنا فيه جزء عشان نقفل بيه. فاحنا هنبتدي ان احنا زي ما احنا متعودين بنقفل، بناخد من هنا غرزة ومن هنا غرزة من الناحية دي ومن الناحية دي، وبنشد الخيط مع بعض بالشكل ده. بعد كده بنيجي هنا برضو بناخد من هنا غرزة بالشكل ده، وبناخد من الناحية دي برضو غرزة بالشكل ده، وبنشد الخيط وبنقفل بالشكل ده، وبنكمل معانا كل الناحية دي كده، وبنقفل كمان الناحية دي، وبنسيب جزء بسيط من هنا صغير زي ده كده، وهوريكم دلوقتي هنقفله مع بعض ازاي. كده انا قفلت الجزئين زي ما انا قلت لكم ده وده، وسبت الجزء ده كده تقريبا 1 2 3 4 عواميد او 4 سطور من اللي انا اشتغلتهم. بعد كده هاجي على الجزء ده كده وهبتدي ان انا اعمل كده بالابرة واشد الخيط بالشكل ده كده، الجزء كله بالشكل ده عشان اقفله ويديني الدوران زي ما احنا شايفينه كده. بعد كده بقص الخيط بتاعي بداريه في الغرز وبقص الزيادة اللي معايا. بعد كده بقلبها على الناحية التانية بالشكل ده، وببتدي طبعا انا حاطة فيها حاجة عشان تنفخها كده. بيبقى في حاجات بتتباع اساسا عشان ساعة العرض وكده ان احنا نحطها فيها وتنفخ اللكلوك بالشكل ده، لكن هي في الحقيقة مش متوفرة عندي، فبتقدري ان انتي تحط فيها اي حاجة عشان تدي نفس شكل القدم. بعد كده بنبتدي ان احنا نتني الجزء ده كده كده. خلاص معايا جهز معايا اللكلوك وبقى معايا بالشكل ده. اتمنى لو انتوا استفدتم والفيديو عجبكم ان انتوا تعملوا شير للفيديو وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتدعوا اصحابكم يشتركوا معانا وتنوروني، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.